السلام عليكم اخواني اخواتي. في هذا الفيديو هذا القاضي او قاضي سابقا يستضيفه راضي الليلي. راضي الليلي اللي كنا كنعرفوه كان صحفي في قناة الأولى ويدافع عن الصحراء المغربية، وكان مغربيا. هو كان راضي الليلي كان مغربيا في القناة الأولى يدافع عن مغربية الصحراء. إذا أنت كنهضروا معك السي راضي اللي مستضيف هذا الشخص، فوقاش ولات الصحراء الغربية في راسك؟ نهضروا معك انت فوقاش ولات؟ إذا أنت تشريتي، إذا أنت تبتز المغرب، لأن واحد الوقيته معينة كنتي مغربي. بمعنى أن مسألة الصحراء يعني مسألة ابتزاز شخصي، أمثالك وأمثال هاد قنديل، وأمثال مثلا كاين مجموعة من الناس اللي كيسترزقوا من هاد القضية. في هاد الفيديو هاد الشخص هذا اللي كان قاضي، كنتي قاضي السي قنديل، كنتي واحد الوقيته قاضي، يعني على الأقلية كنتي إنسان نزيه، يعني كنتي قاضي وتبقى سيدي عدل لنا في 50%، ما كاع ما تمشي لنا لهذيك القضايا الكدا، عدل عاف هذاك الشيء البسيط، ومهم اللي درتيه تبارك الله، المهم عدل. يعني خليتي الناس ومشيتي لفرنسا، شنو لما خليتي دوك الناس مثلا البساط اللي ما عاجوج ناس مثلا، ويعني كان ممكن تكون عادل، تكون انسان وتقرب الله، كما ديك الزغب اللي في وجهك. هاد الزغب، هاد الشعر علاش كديرو زعما؟ علاش الانسان كيدير هاد الشعر زعما في وجهه زعما؟ راه ساهله، جوج دراهم تحيد الشعر من وجهك، وجوج دراهم ما تحيدوش، ولكن هو باغي ينصب. الهدف ديالو النصب. شوفوا الان فين جالس. الآن يقول أن الصحراء غير مغربية، يدافع عن البوليزاريو. عقلية كرغولية بامتياز. وهنا نطرح السؤال، دوك الصحفيان ودوك الناس اللي كانوا كيجيبوه، يعني راه جبتوه مشروع انفصالي خائن. ما شنو علاقة هذا بالصحراء؟ مثلا نفترض انت ما ساكنش في الصحراء مثلا نقولوا، او لا مرتبط في الصحراء، او عندك وجود مثلا يمكن تنتمي للمنطقة، وبالتالي هاد الشخص راه باع وطنه لمجرد انه لقى مشكل مع الوطن ديالو. يعني لقيتي مشكل مع الوطن ديالك مع ولادك، غتبيعهم وغتمشي لفرنسا ودير كتوبه موراك ودير لحيه ودير قميص. بالله عليكم، واش الانسان النزيه عايشك بان هذا بوق من ابواق النظام العسكري؟ عايشك بان هذا وتصور واحد الحوار، انا نعطيه عا مقتطف من هذا الحوار ديالو لانه الحقوق عا مقتطف، وتشوفوا في هذا عاد راضي الليلي وكيفاش كيتعامل مع المغربي. هذا ماشي مغربي، هذا ما انت ما بقيتيش مغربي. عندك مشكل مع الصحراء، تبغي تقسم المغرب، عندك مشكل مع نظام الحكم، عندك مشكل مع المغرب في علاقته تنتصر للجزائر. إذا أنت تتاجر بكرامتك، تتاجر بوجودك. أعتقد أن الحياة ليست في حاجة إلى، خصوصا في هذا العصر هذا اللي إنسان في الناس راه ولات كتفهم. وعندك وماشي مشكل، لأن المشاهدات الجزائرية غتخليك توهم أنك على صواب، ولكن كن أكيد أنا نركزوا على النظرات ديالو. بالله عليكم ما تيبانش أنه ممكن يبيع أي حاجة. وبالنسبة لهذا الحوار، هو كان في قناة راضي الليلي. وراضي الليلي كنعرفوه بأنه بوق من أبواق النظام العسكري. ما يمكنلوش يجيب شخص هذا اللي الأخ المغربي الا شاف فيه شي مواصفات معينه، ما يمكنلوش هو لانه راضي الليلي تيخدم. هو راضي الليلي ضحيه او هو فاعل في النظريه البروباغندا الجزائريه، بمعنى ان كلامي يدوز يتمرر، نمرر كلامي لان تنحكم به الداخل الجزائري. يعني هذا الشخص شافوا فيه شي مواصفات معينه، اولا منها انه مؤدب. هنا ولكن في واحد اللحظه معينه، لان نشوف واحد اللقطه من هذا الفيديو، انه ملي بدا كيبين على الانياب ديالو، اولا بالاحرى بدا يعاقب انه كتمرر عليه، وان هذا السيد هاد قنديل
وغنولي نرجع للقنديل. انت كنتي تقول عندك مشكل في القضاء انت وليتي في الصحراء، عندك مشاكل في القضاء ونزاهة القضاء، دابا انت وليتي وجودي انت على الارض. يعني صراحة كتحس ما عرف واش مازلنا في البلدان التخلف، وننصب عليا واحد يقول لي انا رانا باغي الفساد الفساد يعني مشكلة هذه اللي الفساد راه اللي كنتي باغي تحارب الفساد كتحارب وسط الفساد واللي درتيها تبارك الله وبشوية هكذا باغي الصورة. هذا راه يبيع اللي ما يتباع، المهم الاساسي كما كيديروا المناضلين والناس ما كتقراش. ما كاينش شي واحد اللي غيناضل عليك في الحياة بشكل عام، ولا شي واحد ممكن يوقف معك، هذا يوقف معك في ما هو عام. وشوف المناضلين فين كيوصلوا وشوف انت فين كتبقى. هاد الشخص ضرب واحد العملية بسيطة بسيطة، انني غنبقى قاضي، انا حكا درت الحياه مع ان كلش غير تم الفساد، هذاك الفساد ما مسلكنيش لانني ضعيف وانني كنخدم على الاخلاق وانا عندي الحياه، وبالتالي هذيك المنظمه ما تسلكنيش. اذا اشنو تعطيوني مثلا انتقالات معينه، تعطيني وظيفه نفرض بها راسي لانكم انتم فاسدين وانا تناكل وانا ما كناكلش راه امتيازات ممكن كان كيقلب امتيازات اخرى، ما عندوش كاليتي في هذيك الامتيازات الاخرى، وبالتالي يتكلم على الفساد ويتكلم على هذه يعني كابتزاز. راه ماشي ليك راه لا حتى واحد ما تيدير تيحارب الفساد من اجلك. هاد الفكره هي اخطر ما ممكن في العالم المتخلف. راه ما بقيناش نلقاو شي في فرنسا واحد عينوض وفاسد لان الفساد تدافع عليه لاجله. ما انتهى عصر الانبياء ان تدافع لاجل العامه، وممكن تنتحر وممكن يقتلوك وممكن هاد الناس كيتقاتلوا من اجل مصالحهم الخاصه. واخطر حاجه يقراو الناس على المكانه الاجتماعيه شنو هي دورها، انه راه الانسان ملي كيكون صغير راه كيكون عنده نقص، كيكون عنده ورغبه في انه يعني هذه الفرصه ديال يحارب الفساد ممكن تعطيك سلطه، ممكن تعطيك مكانه اجتماعيه، ممكن تولي محترم. راه محترم هي سبب السرقه، هي سبب الكوارث اللي كتوقع دابا باش الناس يديروا الفلوس باش يولي محترم. الفلوس هو دابا الان ولا اضافه الى الفلوس يعني المكانه، وجهك يولي معروف، تولي عندك واحد السلطه معينه على مجتمعك. هذا ما يقع على امثال قنديل. خلاصة قنديل ها هو الآن كان له مشكل مع القضاء، ها هو الآن أصبح أول حاجة قنديل أنا على ما أعتقد أنه باش تكون قاضي خصك تكون في القانون الخاص. الآن يتكلموا في القانون العام، قانون دستوري وقانون العلاقات الدولية. يعني يشوفوا الانتقال من مجال معين، بمعنى هذا السيد هذا انت باغي دير العمل السياسي، باغي دير العمل السياسي ومن حقك ما ت- ما 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 ت- ما تستغلش القضاء، ما تستغلش انك انت ما عجبكش القضاء او الوظيفه او هذه باش تولي انت كان عليك تستقل وتمشي دير حزب لانك كان ضعيف وما عندكش القدرة على أنك تكون فاعل سياسي، وبالتالي هذا الاستغلال الخبيث والمقيت على كل دابا حال. انا أنا الاخوان لاحظوا واحد ما يمكنش الملاحظه، انا ندوز على نوريكم هذه اللقطه مثال. نبان عن سالي من الكلام. راضي ها انتم راضي الليلي كيطلع له صحراوي او ريميش احمد سالم، هذا صحراوي، هذا بوليزاريو اللي ما ماشي من الصحراء، من انتماءه غير لا 100% ماشي من الصحراء المغربيه او لا من اللي كانوا في اللي اصولهم مغربيه. شكون المسؤول عن القناه؟ هو راضي الليلي، هو طلع له صحراوي. اذا قنديل في عند قناه راديو، اذا هما فاهمين يعني هادو الناس جالسين على البروباغندا، جالسين على شنو الدور من البرنامج، شنو الدور من هذا المغربي، شنو باغيين يوصلوا. هاد الصحراوي هذا كان عنده مشكل في الانترنت او كان شي خلل معين، وبالتالي ما يبقاش في هو القنديل باقي بغى يلعب ديك الخبث السياسي ديالو، انه باش ما يبينش لانه حقا انا ما صحراوي مغربي وما سرقتلوش العمليه باش يبين لكم الخبث، وبان هاد الناس هادو شاريهم النظام العسكري وتيجلسهم ويعطيهم اوامر. ها الخطه اللي تمشيو فيها، راه ما يمكنش ها الخطه باش تحاربوا المغرب، ها شنو ديروا شنو ديروا. طلع لهم هاد البوليزاريو ما صدقتلوش العمليه. ولاحظوا الان، شوفوا العذاب اللي فيه انتم
شوفوا العذاب اللي فيه القنديل الان، شوف الحركات، شوف. والاخر من عيسالي راه يهبط من ما يصدقلوش هذاك الصحراوي. لاحظوا في حركات قنديل، لاحظوا شوف. هو دابا هذا ما استقلوش. وفي من اللي يفشل بانه رغم ان المغربي يتساهل مع كلامه واسبابه ومع ذلك، ولكن مني لانه الهدف ديالو هو راي العسكر الجزائري. ما خش المغربي، شوف هذه فكره علاقته بالعسكر الجزائري، ما خش المغربي يمرر، ماشي يمرر يقول اي حقيقه. خاص المغالطات ديال الليلي ومغالطات ديال شوفوا الاخوان ركزوا على المناضل الحقوقي والعادل، ركزوا شوفوا حاله، شو حال يخاف من الكلام. شوف، شوف البروباغندا، هذا شخص بروباغندا، يؤمن بالبروباغندا. شوف عينيه، شوف العنف ديالو، السيد فقط يتكلم. انت ما قدرتش تعطي حريه التعبير، انت ما قدرتيش تعطي حق حريه التعبير. ممكن تعطي حق الاخر في الارض والفلوس والاموال لاحظوا حالته كي داير. على كل حال في هذه اللقطه اللي غيهبط اخر باش نختموا الفيديو باش تشوفوا كيفاش يهبط المغربي. هذا الشيء اللي قلته، لا انا اسمع، هذا سمعت، الشيء اللي قلته، لا هذا يرضي الشيء اللي عليك، لا قلته، انا هذا سمعت، الشيء اللي قلته لا انا انا، هذا سمعت. الشيء اللي قلته، اسمعني لا اسمعني، هذا الشيء اللي قنديل قلته انا انا اليوم، سمعت. هذا الشيء اللي لا قلته انا وصلت. اليوم لا 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 بالحجه شوف، والبرهان. ما قالوا بالحجه المفتش والبرهان انت العام قدمتيها، لوزاره ما العدل يمكنش تكون في خاص، احدى ما يمكنش. الجرائد ما شفناش حنا، ما شفناش، انا ما سوقيش، قالها انا واحد ما من هذوك الاشخاص اللي سوقيش، انا كانوا، ما سوق. كنت انا واش انت ووزير العدل قاضي؟ والمفتش واش انت العام. قاضي؟ وخليني نهضر معك، انت قاضي ونجيك انا بالحجه وبالدليل وشيء من هذا القبيل وكذا؟ لا، والطرف الاخر ترى قلت اسمح لك لي الله يخليك. قلت لك بالعربيه تاع عربت. خرج واسف، المفتش العام، خرج المفتش العام وهذا واكد ادعاء، لصحيفه مغربيه هذا ادعاء التصريح ديالك. وكاين. شوف الصحيفه والله كذا كيكسبها صحفي، انا قلت لك مساله واحده، الوحي اللي كذا تصنت لي الله يرضي عليك، هذا الدين. لا اكتفي. شوف الاخوه، صراحه اكتفي بهذا القدر، اكتفي بهذا القدر. غياب المنطق صراحه، تقريبا ما عرفتش شحال تنتكلم وصبرت صراحه، ولكن حتى لهذه الدرجه دي اكتفي بهذا القدر. تيقول لي ادعاء، تنقول ليه خارج التشريح ديال المفتش العام ديال وزاره العدل. وهذا الكلام اللي تنقولوا تقال صحيفه مكتوبه والكترونيه وتنشر وقراوه المغاربه كاملين. تيقول لي لا صحفي كتب. اذا هنا بدينا في التمييع، يعني صحفي غادي يكتب على المفتش العام لدى وزاره العدل، يعني اكبر قاضي في وزاره العدل، يعني الرجل الذي يعينه الملك باش وباقي مفتش العام الى غايه يومه، ويكتب عليه صحفي شي كلمات ما قالهمش هو، ماشي تصريح. اذا شو باش قلت لكم؟ الناس واصل بهم الجرأة انهم اي دليل عقلي، اي وسيله الاثبات مرفوضه، فقط الاراء ديالهم والتصورات ديالهم اللي بلا دليل بلا حجه. الاخ ما عطاني حتى حجه وحده. انا تنتحداكم رجعوا تفرجوا في الفيديو، لقيتو جبد لي حجه وحده، جبدها لي حجه وحده، والله ما جبدها حجه وحده. فيما نعطي شي حجه يقول لي لا هذاك قراءتك، تعطي نص قانوني هادشي يقول بعد انا عطيته النص القانوني. ها هو رجعوا لي الخوت تكتبوا ميثاق بوغوطا لعام 1848 ياك، ديال الدول ديال القاره الامريكيه، الماده 9 منه تقول هذا. رجعوه، تنقول لكم هادشي، تنقول لكم رجعوا قلبوا فيه وقراوه. وجود الدوله السياسي مستقل عن اعتراف الدول بها، رجع قلب عليها. تنقول كنرجع قلب عليها، تقول لي لا هذه قراءتك. اهم مساله كتكون في القضاء والقاضي النزيه وهو الحياد. الحياد، هذا السيد قارع الحياد، هو اللي خلاه ينتقد المحاكم في المغرب، هو الحياد. لان الحياد، المحكمه هي الحياد، تكون محايد، هو المحكمه هو القضاء، تكون نزيه، تكون محايد، راك قاضي ممتاز. لاحظوا السيد كان معاه، بمعنى دار معه اتصال، بمعنى ممكن يكون كيعرفوا رجل لرجل. تصور تهبطوا من النقاش وشو تبدا تستعرض عليه العذرات. هل سبك؟ هل اهانك؟ هل تكلم في قضيتك؟ هل تكلم في شخصك؟ له آراء ويتحدث عن المنطق، يتحدث على المنطق. يعني لا أداب، أنا كنقول لا أداب، لا أخلاق. أشوف الفشل الفاشلون حين يريدون
السلطة كل الطرق تفضحهم. الموضوع هو الناس اللي كيسمعوا، ما شوف هاد الناس اللي كانوا يسمعوا لهذا تيقول لك مظلوم. صراحة اللي ما عندوش قدرة على القراءة والبحث والتمييز، هذيك هي المشكل اللي كنعانيو حنا، لحقاش الدراسة ضعيفة. هذا شخص عادي جدا، حتى القضاء في المغرب وبزاف عليك، لأن انت ما قدرتيش تصبر على اليومي في القضاء. انت خصك صافي هكا تجلس دابا، تعطيك الجزائر تعطيك الفلوس، تهبط السيد بدون احترام، تمرر المغالطات، تولي انت مشهور دابا صورتك وهذا وسميتو عينيك تيدورو، وتخلص ومشهور وعندك شخصيه، لان قاضيك وراك ما عارفك حتى واحد. يعني هاد اللعبات هادي خاص الناس، لان المشكل ماشي فيك انت محقق نزواتك هادي. كاين الناس اللي خاصها تحاول ما امكن انها تبحث باش لان التمييز ما كيجيش بسهوله. انت ناعس وتجيك وتعرف تميز، خصك تبحث وتطرح الاسئله وتسرد في الاسئله واسئله اخرى ومستجدات، عاد ممكن تميز بان هذا شخص اخر همه العداله، اخر همه الحياد، آخر همه المنطق، آخر همه الحقيقة. هذا شخص يعني مراهقة مفهوم التعريفي. يعني هذا يبحث عن ذاته، صافي العالم كله يبحث عن ذاته، ما ديرناش فيها راك بطال. وشكرا لكم، وإلى فيديو لاحق.